السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الأكلة المعروفة جدا في بداية الجواز، بانيه ومكرونة. وهعمل لكم معاها سلطة كول سلو، وأوريكم ازاي البقسماط يفضل ثابت على البانيه وما يقعش منه في الزيت. أول حاجة عملتها تبلت الفراخ ببصلاية مبشورة، ملح وفلفل أسود وتوم وبصل باودر وبابريكا، ونص مرقة دجاج وشوية مستردة ونص كوباية لبن. وهكتب لكم المقادير بالظبط في الكابشن. عشان اعمل الكول سلو جبت كوبايتين زبادي، معلقتين كبار مايونيز، معلقة كبيرة ونص عسل وشوية خل، اقلبهم كويس قوي. وحطيت نص معلقة سكر صغيرة. هنزل بقى بالجزر والكرنب واقلبهم كويس. واهم حاجة ان انا اسيبهم في التلاجة ساعتين عشان الطعم يبقى واضح وقوي. عشان اعمل المكرونة حطيت شوية زيت وسخنتهم، ونزلت عليهم ببصلاية مبشورة او ممكن تقطعوها صغير، و3 فصوص من الثوم وكوباية ونص من عصير الطماطم. واحط بقى مرقة دجاج، وحطيت معلقة صغيرة من الثوم المفروم، عليه شوية فلفل حراق ده اختياري. طبعا نزلت بملح وفلفل اسود وسكر. واللي بيفرق قوي في المكرونة الكزبرة. عشان بقى اعمل البقسماط انا بحط عليه نص كوباية دقيق عشان البانيه يبقى فاتح كده وحلو. طبعا بهرته بقى بملح وفلفل وثوم وبصل باودر وبابريكا. واهم حاجة ان انا اكسر بضاية بقى في التتبيلة قبل ما احطها في البقسماط، وانزل كده التتبيلة كويس قوي من على البانيه عشان البصل ده اللي في التتبيلة بيتحرق في الزيت. وهطبطب بقى كده على البانيه كويس، مش هسيب فيه اي فراغات. وانزل بقى في زيت سخن بالبانيه. واهم حاجة ان انا ما اسيبوش كتير على النار لان ما يشدش، لان البانيه كده كده شرايح رفيعة فهيستوي معايا بسرعة. وطبعا سبكت الصلصة ونزلت بقى بالمكرونة. انا مش هقولكوا جربوها عشان اكيد انت جربت البانيه والمكرونه، بس جربوها بطريقتي. والف هنا.